السلام عليكم متابعين مطبخ في الطبخات العربية والعراقية والغربية. رجعت لكم فيديو جديد، ومثل ما تشوفون كبسة الروبيان بطريقة كلش حلوة ولذيذة وجدا شهية وسهلة. حبايب لا تنسون تدعموا قناتي باللايك والاشتراك وتفعلون جرس التنبيهات لتصلكم كل ما هو جديد ومميز من طبخات ووصفات من مطبخ فلة. يلا حبايب متابعين مطبخ فلة، خلونا نروح للمطبخ ونشوف طريقة الإعداد. حياكم الله. وهنا مثل ما تشوفون حبايب عندي بصل وعندي فلفل بارد وعندي ثوم مهروس وعندي كمية من الروبيان. راح أذبل البصل والفلفل الأخضر بخاشوقتين أكل من الزيت، ومن بعدها أكمل باقي خطواتي وأضيف باقي إضافاتي لوصفتنا لليوم. أتمنى تعجبكم وتنال استحسانكم. وهنا مثل ما تشوفون عندنا هذا الروبيان الطعم، شنو الطعم، الحجم الوسط، وهنا نظفناه وشرحناه من الظهر وطلعنا البطن مالته. مثل ما تشوفون هنا ذبل عندي البصل وهي الفلفل وصار بهذا اللون الجميل البني وتكرمل عندي البصل. هسه خليت كمية راهية من الزيت وخليت الثوم اللي انا هرسته، وهذا شيء اختياري. الاضافات تقدرون تشيلون وتخلون، وتقدرون تضيفون الجزر او اي شيء انتم تفضلونه حبايب، هذا شيء اختياري. وهنا من بعد ما تشوفون خلينا الروبيان على البصل والثوم والفلفل حتى تتداخل النكهات ويستوي الروبيان بطريقة كلش حلوة وممتازة. مثل ما تشوفون هنا خلينا الفلفل السبايسي الحار، وهذه البهارات. طبعا البهارات حسب ما موجود عندكم او حسب ما انتم تفضلون. انا خليت فلفل اسود 7 بهارات، دارسين وهيل مطحون وكركم. هاي بهاراتنا اللي راح طبعا نحمس بيهم الروبيان حتى تصير النكهة كلش لذيذة وكلش مميزة. مثل ما تشوفون هنا خليت اخر شي الشبنت ومعدنوس وكرفس ونعناع. وطبعا هم اضافة الخضرة شي اختياري، اي خضروات موجودة عندكم تقدرون تضيفونها، واذا ما تحبون تخلون الخضروات هم هذا الشي راجع لكم وشي اختياري. وهنا حبايب مثل ما تشوفون بعد ما استوى راح اشيل من الكشنة او راح اشيل من الروبيان نفسه الحمسة اللي سويته، وتقدرون تخلونه على وجه التمن بالصحن توزعونه، وتقدرون تخلونه على وجه التمن بالجدر حتى تنزل نكهات الروبيان على التمن مالتنا. وراح اخلي الماء على جزء بسيط من الروبيان واخليه الى ان يغلي، وبعدها ننزل التمن والملح من يفور الماء مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. وهنا حبايب من بعد ما فار الماء راح انزل التمن واخليه الى ان يغلي، وبعدها ننزل النار عليه ونتركه يتسكر. خطوات سهلة وبسيطة وجدا مميزة وجدا جدا لذيذ. اتمنى تجربون الوصفة وتعجبكم حبايب قلبي. وطبعا حبايب ما يصير روبيان من غير دقوس، ودقوسنا اللي احنا نسويه بالبيت باشكال مختلفة واكثر من وصفة. هنا قطعت فلفل وبصل وفلفل حار، وخليت طماطة وخليت ثوم وقلبته بالزيت بهذا الشكل الى ان تتذبل عندي كل المكونات. ومن بعدها راح اضيف ماي وخاشوقة معجون واخليه حتى يفور، ومن بعدها راح اطحنه بالهيدي بلندر او بمحضرة الطعام او بخلاط الطماطة العادي مثل ما تشوفون. اتركه يفور ومن بعدها اخلطه. وهذا تمنا حبايبي من بعد ما نشف الماي مالته مثل ما تشوفون الحبة بحبته،
وتمه نثري وجميل ولذيذ. وهسه نزلنا الروبيان على الوجه ونقلبه. أما بالنسبة للدقوس راح أرجعه على النار إلى أن يثقل عندي، وتقدرون أيضا تخلونه بدون ما ترجعونه للنار لأنه هو اوريدي مستوي. فهذا الشكل النهائي لوصفتنا لليوم، روبيان أو كبسة الروبيان بالخضروات بالشبنت بطريقة حلوة مميزة وسهلة ولذيذة، والطعم كان فتشي خنفشاري. أتمنى تجربون الوصفة حبايب وتعجبكم، ودمتم سالمين وبحفظ الله ورعايته، وألف ومليون صحة وعافية على قلوب حبايب قلب المتابعين أينما كنتم انتظروني بوصفة جديدة وحلوة ومميزة من وصفات مطبخ فلة. وهسه أقلكم حبايب مع السلامة.